اكيد غيكون طلع لك شي ريل ولا فيديو في يوتيوب على البلباله اللي نايضه في الويب المغربي بسبب اليوتيوبر بعقلي ستريمرز ديال كيك احمد الصابيري داناس فودكا وزيد هاد الروينه اللي سببها منصه كيك. فمن بعد الضجه اللي وقعت بين داناس وفاروق لايف على التوبه ديالهم من القمر وبالخصوص خرجوا بزاف كينتقدوا هاد اليوتيوبرز اللي تابوا من القمر واتهموهم باللي حبسوا الجامبلينغ بسبب السترايك اللي كيضربوا بهم يوتيوب. فاروق لايف دار راسو ما كاين والو وخلاهم يدويو وكمل الكونتنت ديالو عادي، بينما داناس دار العكس تماما وخرج كيرد على اي واحد دوا عليه حيت كان هو اللي تقاس ووصلوا الصهد اكثر من الاخرين. من بين الناس اللي دواو في هاد الشيء كان بعقلي، هو يوتيوبرز معروف كيدير رياكشن على الويب المغربي. الموضوع خطا ابعاد كبيره من اللي كان فيها حيت الفيديوهات اللي بوسطه بعقلي ضربات ارقام اللي كبيره بزاف ودفعت الموضوع يزيد ينطاش، والناس اللي هضر عليهم وصلهم الصاد. من واحد الجهه خافوا على الصوره ديالهم تضيع عند البوبليك، ومن جهه اخرى حسوا بلي هاد البلباله غتعطي الفرصه لليوتيوبرز الاخرين يدخلوا على ظهرهم الفلوس اي غادي يرفسوا بيهم، وبداو حتى هما كيردوا على هاد الناس. فكيفاش تكبر المشكل بيناتهم؟ واش بصح منصه كيك حرام؟ هادشي اللي غنتعرفوا عليه. ولكن قبل، الا كنتي اول مره غتشوفني خلي معاك شي لايك وتابونا في لاشين. درتيها؟ نبداو. القصه بدات من بعد ما لاح بعقلي واحد الفيديو بعنوان حتى انا غندير القمر نجمع الفلوس ونتوب. الفيديو اللي اطاق فيه الناس اللي تابوا من اشهارات الجامبلينغ ولكن باقي كيستريميو في منصه كيك واللي اتهمهم باستحمار المشاهدين. بطبيعه الحال داناس ما قدرش يصبر وناض هو وفودكا ردوا عليه وبغاو يطاكيو على راسهم بالضربه، ولكن المحاوله ديالهم فشلات حيت داكشي اللي قال بعقلي في الفيديو الاول كان منطقي ومعقول اللي عاود جاوبهم مره اخرى بفيديو ثاني. المهم داناس باقي مبغاش يعيا، قرعه شراب فكيري باقي مبغاش يعيا. من بعد ما كثرت هاد البلباله ديال الفيديوهات وشافوا ان الطريقه ما خداماش، مشى داناس وعرض على بعقلي للديسكورد باش يحلوا المشكل بيناتهم، وفي نظري هذا كان احسن خيار. ولكن ملي دخل بعقلي عندهم فرع على حسب ما قال باللي تجمعوا عليه كاملين وتصدم بالنقابه اللي وقعت عليه في الديسكورد. ماشي تنشدو تنفرعوه باش ناكتيفيو الدولار الخضر ونصوروا الفلوس وتنبانوا واعرين. راك انفلونسي شي بنادم درت شي فيديو تضحك على واحد الانسان وتضحك فيه. ولكن باش نكونوا واقعيين، فراه داناس قال لي واش بغيتي ندويو انا وياك الراس في الراس، ورد عليه بعقلي باللي ما عنده حتى مشكل يدوي معاهم كاملين، يعني كان موافق على هذا الشيء من الاول. انت دابا خا بعقلي شوف باش فهمتي حتى انا عارف دز من هذه المرحله هذه فهمتي ديال كنت طلعت مع حمريطه وكانوا الدراري وداك الشيء وفهمتي واحد الناس كيقول لك 1 فيس 4 1 فيس 3 فهمتي. حنا دابا حتى دابا ما كاينش المشكل، حتى دابا غادي نسولك اخا بعقلي فهمتي بكل رجوله بغيتينا نحلوا المشكل انا وياك، انا ضدك مرحبا. بغيتينا نهضروا كاملين الدراري كاملين ما كاينش المشكل. ملي كنهضر راه ما كيكونش مشكل اصاحبي صافي. في النهايه ديال النقاش كان كيصحاب ليهم صافي باللي القلوب تصفات. خويا بعقلي هو انا شوف والله لا شوف القلب الكبير باش نقول لك زعما راه ما كاين حتى شي حاجه. شكرا بعدا شي ريحه جيتي صافي بليزير العز بك. واش نقول لك راك تما. شوف الغرض تاعنا باش ندوي وما كان زعما شي واحد شي نيه خارجه زعما على الطريق وكذا. وراه شوف راك عارف وراك زوين واحسن خويا. كلمات الدراري بعقلي بالرجوله. حتى تصدموا من بعد انه لاح عليهم فيديو اخر وجمعهم هاد المره جمله، اي انه داك الصلح اللي كان ضربوا ليهم في الزيرو. تخيل معايا صابر قال لي وعلاش داير الدولار الخضر في الفيديو؟ زعما علاش كتربح منه الفلوس؟ وعلاش درت شي اشهار للعسل؟ زعما حطيت شي اشهار للعسل كيصحاب لي بالله راه غير في هذا الفيديو اللي حطيت اشهار ديال. دابا السؤال هو واش منصه كيك اللي كيخدموا فيها الستريمرز المغاربه فلوسها حرام؟ قبل ما نعرفوا واش حرام خصنا نشوفوا مصادر الفلوس ديالهم اللي ديجا كدرت عليها فيديو وبينت لكم شحال كيتخلصوا. اللي مازال ما شافو غنخليه له في الديسكريبشن يتفرج فيه. نرجعوا للموضوع ديالنا. اول مصدر هو الاشتراكات الشهريه ديال الناس اللي كيتفرجوا فيهم. المصدر الثاني هما الهدايا اللي كيتصيفطوا لهم من طرف المشاهدين. المصدر الثالث والاهم اللي هما الكونترات اللي كتكون بين الستريمر والبلاتفورم وكل واحد شحال كيتخلص منها، وعلى حسب ما كيتداولوا انها كتبدا من مليون وانت طالع. رغم انه كان خرج الياس المالكي وقال باللي كيتخلص من 1000 درهم في الشهر، وما كنظنش غيكون هذا الشيء بصح. تشمنا 1000 درهم بغاو ياخذوا شي 400 درهم ولا شي حاجه. واذا جيتي تجمع هذا الشيء كامل غتلقاهم كيتخلصوا مبالغ اللي كبيره بزاف. ولكن واش هاد الفلوس حرام؟ كيف ما كيقول اليوتيوبر بعقلي باللي راه الفلوس ديالهم حرام حيت كيك كتدعمها واحد الشركه ديال الجامبلينغ. ولكن ما يمكنش نقولوا انه كاملين بهم فلوسهم حرام حيت ماشي كلشي كيديروا الاشهار لهاد الشركه، ولكن اللي كيروجوا للقبر راه باين وضوح الشمس ان فلوسهم حرام. والله اعلى واعلم. هنا غنكون وصلنا للنهايه. ما تنساش تخلي شي لايك تابونا في لاشين باش تشوفوا من بعد. كان معكم بادر، تهلاو.